الكارثة مش في خسارة النادي الأهلي قدام فريق بيراميدز، الكارثة الحقيقية إن الفريق رايح على فقدان هيبة بقالها تاريخ كبير. أي نادي عايز يبني مشروع قوي لازم يبدأ بإدارة فاهمة إنها تختار لاعبين عندهم شخصية وثقة وانتماء، وبعدها بتقدر إنها تجيب مدرب عنده رؤية حقيقية عشان يخرج أفضل ما عند اللاعبين. لكن اللي بيحصل في الأهلي ده دلوقتي شيء مقلق جدا، مفيش التوليفة اللي احنا قلنا عليها دي بشكل واضح، ولا في لعيبة واثقة ولا في مدرب قادر يخرج أفضل حاجة عندهم في الملعب. وبقينا نشوف إن المنافسين ما بقوش يخافوا من مواجهة النادي الأهلي. قدام فريق بيراميدز ظهرت الأزمات عند النادي الأهلي بوضوح، فريق بدون روح، بدون شخصية، وكان مهزوز في بعض القرارات، وطبعا عدم الثقة عند اللاعبين. وبدليل إن شفنا زيزو ضيع كورتين كانوا شبه انفراد، بدل ما يستغل زاوية التسديد ويسجل خد قرار العرضية، ولكن في الآخر ضاع. الأهلي عمره ما كان مجرد أسماء، الأهلي يعني هيبة وشخصية بطل، ولو الهيبة والشخصية راحت تبقى الأزمة أكبر من مجرد خسارة ماتش بالدوري المصري. يلا قول لنا رأيك، أنت شايف المشكلة فين بالظبط؟ لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب.